السلام عليكم. من أشهر معالم القاهرة وقلعة صلاح الدين جامع محمد علي، أو ممكن نسميه جامع القلبس. القصة بتبدأ لما محمد علي باشا بقى ولي مصر وقرر يعمل إصلاحات في قلعة صلاح الدين مقر الحكم وقتها. وبعد ما انتهى من بناء القصور والدواوين والمدارس، أمر سنة 1830 ببناء جامع ضخم مكان قصور المماليك، واتبنى على نفس طراز جامع السلطان أحمد في تركيا، وبقى صاحب أعلى مأذنة في مصر بارتفاع 84 متر. لكن زي قصص كتير، محمد علي توفى قبل الافتتاح، فتم عمل ضريح في الجامع واتدفن فيه. لكن للأسف ده حصل بعد فوات الأوان، فلويس فيليب ملك فرنسا أهدى محمد علي ساعة ضخمة موجودة لحد النهاردة في الجامع. وكان مقابل ده إن محمد علي رد له الهدية بإرسال مسلة فرعونية من قدام معبد الأقصر تخص الملك رمسيس الثاني. من ساعتها المسلة موجودة في ميدان الكونكورد في فرنسا، وتعتبر من أهم معالم باريس. والجامع حاليا موجود على 20 جنيه مصرية. وبس يا سيدي، دي كانت زيارة النهاردة. كان معاك أنور أفندي، وأشوفك الزيارة الجاية.